تخيل إنك في قصر فخم بعيد عن أي عين مع أقرب أصحابك. الجو احتفالي، الضحك مالي المكان. وفجأة فضولكم يوديكم لغرفة سرية تلاقوا فيها صندوق قديم جواه كروت تاروت شكلها غريب ومخيف. تقرروا تلعبوا بيها، مجرد هزار. بس الهزار بيقلب كابوس حقيقي، كابوس بيكشف مستقبل كل واحد فيكم، مستقبل نهايته الموت. قصتنا بتبدأ مع 7 أصدقاء مقربين، كلهم شباب في الجامعة. قرروا يحتفلوا بعيد ميلاد صديقتهم إليزا. الأصدقاء دول هما هيلي، البطلة بتاعتنا اللي عندها حس سادس وبتفهم في قراءة التاروت. جراند، حبيبها السابق اللي لسه فيه بينهم توتر. باكستون، الصديق الكوميدي اللي دايما بيحاول يهزر ويخفف الجو. إليزا، صاحبة عيد الميلاد اللي بسببه اتجمعوا في القصر. لوكاس، جريء بيحب الحركة والمغامرة. مادلين، شخصية حساسة جدا وصديقة مقربة لهيلي. بيج، شخصية عملية وصديقة مقربة لإليزا. هما كلهم استأجروا قصر كبير وفخم في منطقة كاتسكيلز الجبلية، مكان منعزل وجميل مثالي لحفلة بعيد عن عيون الناس. الجو كان مبهج في الأول، ضحك وهزار وموسيقى. بس كان فيه شوية توتر بين هيلي وجرانت بسبب انفصالهم الأخير، وده كان عامل جو كئيب شوية. عشان يغيروا المود، باكستون اقترح إنهم يستكشفوا القصر. وفي البدروم وسط الأتربة والعناكب، هيلي لقت صندوق خشبي قديم. فتحوه ولقوا جواه كروت تاروت شكلها غريب، رسوماتها كلاسيكية بس فيها لمسة شريرة. هيلي اللي عندها خلفية عن التاروت حست إن الكروت دي مش عادية، بس فضول الأصدقاء كان أقوى. قرروا يلعبوا بيها مجرد تسلية. هيلي بدأت تقرأ لكل واحد فيهم كارت، وكل كارت كان بيحمل نبوءة عن مصيره. إليزا، صاحبة عيد الميلاد، سحبت كارت الكهنة العليا اللي بيوحي بالغموض والأسرار. لوكاس سحب كارت النسك، بيرمز للعزلة والبحث عن الذات. مادلين سحبت كارت الرجل المشنوق، اللي بيشير للتضحية أو التعليق. بيج سحبت كارت الساحر، اللي بيرمز للقوة والتحكم. باكستون سحب كارت الأحمق، اللي بيشير للمغامرة والتهور. جراند سحب كارت الشيطان، اللي بيرمز للإغراء والقيود. أما هيلي نفسها فسحبت أخطر كارت، كارت الموت، اللي بيوحي بالتغيير الجذري أو النهاية. محدش فيهم أخد الموضوع بجد، اعتبروه مجرد هزار في حفلة. كانوا فاكرين إنها مجرد كروت قديمة، بس يا ريتهم ما هزروا، لأن اللي حصل بعد كده كان كابوس. لعنة الكروت بدأت تطاردهم واحد ورا التاني، ومفيش مفر من القدر المكتوب. بعد ما رجعوا الجامعة الحياة بدأت ترجع لطبيعتها، بس مش لفترة طويلة. أول ضحية كانت معانا إليزا. في ليلة إليزا سمعت صوت غريب جاي من الصندارة في شقتها، صوت خربشة وهمس خفيف. فضولها غلبها وطلعت تشوف إيه اللي بيحصل. وهناك في الظلام ظهر لها كائن مرعب، شكله مطابق تماما للكاهنة العليا اللي شافتها في الكارت. الكائن ده بعنف غير متوقع ضربها بسلم الصندرة مرارا وتكرارا لحد ما ماتت بطريقة بشعة. الصدمة كانت كبيرة على الأصدقاء، ومحدش قدر يصدق اللي حصل. بس هيلي بدأت تربط الأحداث بكروت التاروت. بعد أيام قليلة، لوكاس كان ماشي لوحده في محطة القطر، بيحاول يستوعب اللي حصل لإليزا. فجأة حس بوجود غريب، ظهر له كائن تاني شكله نحيل وغامض، شبه النسك اللي شافه في الكارت. الكائن ده فضل يطارده في المحطة. لوكاس كان بيجري بكل قوته، بس في النهاية الكائن رماه قدام قطر سريع جاي من بعيد، ومات لوكاس في لحظة الرعب دي. الأصدقاء الباقيين هيلي وجرانت ومادلين وبيج وباكستون قرروا إنهم لازم يلاقوا حل. وهم في طريقهم العربية عطلت بيهم على كوبري في نص الليل. الجو كان متوتر ومادلين كانت مرعوبة. فجأة ظهر لها كائن مخيف شبه الراجل المشنوق. الكائن ده شنقها بطريقة بشعة زي الكارت بتاعها بالظبط. الوضع بقى لا يحتمل، اللعنة بتطاردهم واحد ورا التاني ومفيش مفر. هيلي اللي كانت الوحيدة اللي عندها فكرة عن الكروت بدأت تبحث عن أي طريقة لكسر اللعنة. لقوا خبيرة تاروت اسمها ألما على الإنترنت، وحكولها على كل حاجة بالتفصيل. ألما بوجهها الشاحب وعينيها الخائفة قالت لهم إن الكروت دي ملعونة، وإن وراها قصة قديمة ومرعبة. ولما قابلوا ألما حكت لهم القصة، إنه في سنة 1798 كانت هناك منجمة قوية بتخدم كونت مجري غني.
المنجمة دي كانت بتتنبأ بالمستقبل بدقة شديدة. في يوم من الأيام تنبأت بموت زوجة الكونت وطفلها أثناء الولادة. الكونت اللي كان بيحب زوجته جدا اتجنن لما التنبؤ اتحقق، وفي نوبة غضب أمر رجالته بقتل ابنة المنجمة انتقاما منها. المنجمة اللي قلبها اتحرق على بنتها قررت تنتقم منه. انتحرت، بس قبل ما تموت لعنت الكروت دي بقوة شريرة عشان تقتل كل من يستخدمها بنفس الطريقة اللي مات بيها الكونت وأصدقائه. ألما أكدت إن الكروت دي مسؤولة عن مجازر كتير على مر السنين، وإنها هي نفسها كانت الناجية الوحيدة من مجموعة أصدقائها اللي لعبوا بيها، لأنها الوحيدة اللي ما سحبتش كارت لنفسها. ألما نصحتهم إنهم لازم يدمروا الكروت دي بأي طريقة. رجعوا للقصر الريفي تاني، المكان اللي بدأت فيه اللعنة، عشان يحاولوا يحرقوا الكروت. بس الكروت كانت أقوى من إنها تتحرق بالنار العادية. في الوقت ده بيج كانت في البدروم، وفجأة ظهر لها كائن الساحر المخيف. الساحر ده بخدعة مرعبة حطها في صندوق خدعة سحرية وقسمها نصين. موت بشع ومطابق للكارت بالظبط. هيلي وجرانت كانوا في حالة رعب ويأس. ألما حاولت تساعدهم، بس روح المنجمة الشريرة ظهرت لها وقتلتها بكارت سيوف الستة. هيلي أدركت إن الحل الوحيد هو إنها تعمل قراءة طاروت لروح المنجمة نفسها. فكرة مجنونة، بس دي كانت فرصتهم الوحيدة. وفعلا سحبت لها كارت الموت. في اللحظة دي حصلت المفاجأة، روح المنجمة بدأت تتحرق والكروت معاها. اللعنة انتهت. هيلي وجرانت قدروا ينجوا بأعجوبة. بس إيه اللي حصل لباكستون؟ باكستون كان في المصعد، وكارت الأحمق كان بيطارده. بس زميله في السكن فتح باب المصعد في اللحظة الأخيرة، فالكائن اختفى وباكستون نجا بأعجوبة. فيلم تاروت بيوريك إن القدر ممكن يكون مكتوب، بس أحيانا ممكن تلاقي طريقة تغير بيها مصيرك، أو على الأقل تنجو منها بشق الأنفس. فيلم مليان إثارة ورعب نفسي، وبيخليك على أعصابك لحد آخر لحظة. سيب رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف ملخصات أفلام أكتر وأكتر.